مباراة كرة قدم عادية صح؟ لا، مش دايما. أحيانا بتكون الشرارة اللي بتولع أزمة سياسية وإعلامية كاملة، وهذا بالضبط اللي صار لما لعب منتخب المغرب ضد الجزائر للناشئين. كان المفروض إنه لقاء رياضي، بس كشف عن توترات وقصص أعمق بكثير. 3-0 فوز واضح للمغرب. بس لو القصة انتهت هون ما كنا راح نحكي عنها اليوم أصلا. هذه الأرقام كانت بس بداية الحكاية، بداية فصل جديد ومليان بالتوتر. السؤال اللي بيطرح نفسه: كيف مباراة لشباب تحت 17 سنة قدرت تفتح أبواب جهنم إعلاميا؟ وكيف وصلت القصة لاتهامات بوجود مؤامرة، مش بس مؤامرة عادية، لا، مؤامرة على مستوى قارة أفريقيا كلها؟ الموضوع أكيد أكبر من مجرد كورة، وخلونا نفكك خيوطه سوا. طيب، رح نمشي بالقصة خطوة بخطوة. رح نبدأ بالمباراة نفسها اللي ولعت الدنيا، ونشوف ردة الفعل اللي وصلت لوصفها بكارثة وطنية. بعدها رح نتعمق في الاتهامات الخطيرة بوجود منظومة، ورح نوصل لقبلة كأس أفريقيا 2025. وفي الآخر رح نربط كل الخيوط دي بالسياسة ونشوف لوين ممكن يوصل هالتنافس. خلينا نرجع لنقطة البداية. الأجواء قبل المباراة ما كانت طبيعية أبدا. كان واضح إنه الرهان على هالمباراة كان أكبر بكتير من مجرد فوز أو خسارة. بنشوف التناقض الرهيب. قبل المباراة كان في شحن معنوي وطني مش طبيعي للاعبين، كأنهم رايحين على معركة حقيقية. بس بعد صافرة النهاية كل الحماس هذا تحول لصدمة وإحساس بالإهانة. الخسارة ما كانت مجرد خسارة رياضية، لا، تصورت على إنها فشل وطني، فشل للدولة كلها. ردود الفعل ما استنتش ولا لحظة، وما كانتش مجرد تحليل فني للماتش، لا، كانت انفجار غضب وعواطف. الإعلام مباشرة وصف اللي صار بأنه شيء أكبر بكتير من مجرد هزيمة. هذه الجملة مثل ما هي منقولة حرفيا من الإعلام وبتلخص كل القصة: هذه كارثة وطنية، يجب أن يرحل الجميع، لقد فشلتم جميعا. شايفين حجم الغضب؟ ما كان فيه أي مجال للتهدئة، بالعكس كانت دعوة صريحة ومباشرة للمحاسبة الفورية للكل. بس الغريب في الموضوع إنه أصابع الاتهام ما راحت للاعبين الشباب اللي بالملعب، لا، التركيز تحول بسرعة البرق للمسؤولين في الاتحاد. الفكرة كانت إن هذه الهزيمة هي بس عرض لمرض أكبر، نتيجة طبيعية لنظام فاسد لازم يتغير من جذور. القصة أخذت منحنى تاني خالص، منحنى أخطر بكتير. الموضوع ما عادش عن مباراة وخسارة، لا، اتطور لنظرية مؤامرة كاملة، والمتهم فيها مين؟ الهيئة اللي بتدير الكورة في أفريقيا كلها. هو الادعاء الصاعق، كلب كل الاتهامات، فكرة إن في عصابة بتتحكم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عشان تخدم مصالح دولة معينة وبالتحديد المغرب. هذا كان جوهر القصة اللي ولعت في الإعلام. بس للتوضيح، الكاف أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو المسؤول عن كل البطولات الكبيرة في القارة، وأهمها طبعا كأس الأمم الأفريقية. يعني لما يتم اتهامه بالفساد والسيطرة عليه، فالاتهام هذا له وزن كبير جدا. يدعم نظريتهم المعلقون استشهدوا بهذا التسلسل الزمني. من وجهة نظرهم صعود فوزي لقجعة في هرم السلطة الكروية ما كانش تطور طبيعي أبدا، لا، كان جزء من خطة مدروسة عشان يزيد نفوذ المغرب داخل الكاف وحتى في الفيفا. إنما كانت كل هذه الاتهامات بتكبر وبتنتشر، فجأة نزل خبر جديد فجر الوضع بالكامل. خبر وصفوه بالفضيحة الكبرى، وكان بالنسبة لهم هو الدليل القاطع اللي تخيلوا المشهد: في عز الكلام عن مؤامرة مغربية للسيطرة على الكرة الأفريقية، يطلع خبر يقول إن المغرب أخذ تنظيم أهم بطولة في القارة، وبطريقة عليها 1000 علامة استفهام. خلاص، بالنسبة للمعلقين هذا كان الإثبات الدامغ. القصة هنا اكتملت. تفاصيل القرار المثير للجدل. السنغال فازت باللقب على أرض الملعب، بس المغرب قدم استئناف، والنتيجة تغيرت على الورق. السبب الرسمي مخالفة للوائح، بس الاتهام اللي انتشر في الإعلام كان أبسط وأخطر. القرار تم شراؤه بالنفوذ وبالفلوس. زاد الشكوك أكثر وأكثر هو سرعة القرار هذا. بحسب كلامهم التحقيق في قضية وإلغاء نتيجة نهائي كامل أخذ بس 4 أيام. 4 أيام بس. أكيد هذا توقيت سريع بشكل جنوني ومريب جدا من وجهة نظرهم. وهذه الجملة بتلخص إحساسهم بالظلم. على الميدان فازت السنغال، لكن بهذا الحكم أخذ المغرب الكأس على الورق. يعني الفكرة هي إنه النتيجة اللي صارت بالملعب بالتعب والجهد اترمى عليها واتخذ قرار تاني وراء الكواليس. كل هالجدل ما ضل بس في الملعب، المعلقون ربطوه فوراً بملفات أكبر وأعقد، ملفات سياسية وهوية وطنية. الخسارة الرياضية تحولت لرمز لصراع أكبر بكثير. هذه ما كانت مجرد منافسة رياضية، لا، كانت انعكاس مباشر لصراع سياسي.
ربطوا اللي بيصير في الكرة بموقف الجزائر السياسي من قضايا معينة، وباستراتيجية المغرب في استخدام القوة الناعمة عن طريق الرياضة، وحتى بقضية اللاعبين اللي غيروا جنسيتهم الكروية عشان يلعبوا للمغرب. طيب بعد ما شفنا كل هالأحداث وردود الفعل النارية، شو الخلاصة اللي ممكن نطلع فيها من كل هاي القصة المعقدة؟ النقطة الأساسية هنا هي أن مباراة واحدة، مباراة شباب تحت 17 سنة، كانت كافية أنها تفجر كل هذه التوترات اللي كانت مدفونة. وهالشيء بيورينا كيف أن كرة القدم في هالحالة تحولت لمجرد مراية بتعكس انقسامات وخلافات موجودة أصلا برا الملعب. وهم نترك هالسؤال الأخير للتفكير. في تنافس حامي لهالدرجة، وين بتنتهي الرياضة وين بتبدأ السياسة؟ لما يرتبط الفوز والخسارة بالكرامة الوطنية والنفوذ الإقليمي، الفصل بينهم بيصير شبه مستحيل.